طبعا كلنا سمعنا خبر بيع القصر الخاص بنجيب ساويرس وبالرقم الخزعبلي اللي احنا سمعناه. ولكن تعالى اقول لك شوية تفاصيل عن القصر ده محدش يعرفها. اولا نجيب ساويرس اشترى القصر ده من حوالي 10 سنين ب1 مليون دولار، ودلوقتي نجيب ساويرس بيعرض القصر ب12.5 مليون دولار، ودي قيمة الاستثمار العقاري الحقيقي. الرئيس التنفيذي لشركة مصر ساوث بيز انترناشونال ريالتي عرض القصر بتاع نجيب ساويرس بمبلغ وقدره 12.5 مليون دولار، بما يعادل مصري 608 مليون جنيه مصري. طبعا القصر حدث ولا حرج. القصر عبارة عن 9 غرف، 9 حمام بيطل على البحر الأبيض مباشرة، في حمام سباحة طوله أطول من المسبح الأولمبي. قصر طبعا خيالي يعني. ولكن انقسمت الآراء في السوشيال ميديا إلى إن نجيب ساويرس بيفلس، مش عارف إزاي قالوا كده، وآراء تانية نجيب ساويرس لأ ده راجل بيستثمر وراجل تقيل في البلد. اللي حضرتك ما تعرفوش إن نجيب ساويرس ثروته معدية ل 3.8 مليار دولار، فده مش بيفلس ولا حاجة. عارض القصر دوت للبيع، قصر مساحته 670 قدم مربع، مساحته مهولة كبيرة جدا. عرضه للبيع عشان نجيب ساويرس بيطور منتجع مساحته 500 فدان، منتجع كبير جدا، فعايز يبيع القصر ده عشان حتة التطوير بتاع المنتجع بتاعه والاستثمار العقاري. نجيب ساويرس مش بيفلس ولا هيفلس، ده راجل يعني رجل أعمال كبير جدا، راجل تقيل جدا في السوق العقاري. ودي ميزة وفايدة الاستثمار العقاري. جاب حاجة ب1 مليون دولار عارضها للبيع ب12.5 مليون دولار.